السلام عليكم. انا سميتي حمزه. اليوم بغيت نحكي لكم حكايتي وبغيتكم كاملين تعطيوني شي نصيحه. انا فعلا غلط وعارف راسي غلط، ولكن ما بيدي حيله. كنتمنى اي واحد ينصحني بشي نصيحه وشنو غادي ندير وما يسبني ما يعيرني، حيت راه عارف راسي انا غلط وانا واقع في واحد المشكل اللي خايب بزاف وما نتمنى حتى شي واحد. انا عاود لكم قصتي من الاول. انا شاب مغربي بحال اي واحد، قريت حتى الباك ودرت ديبلوم وخدمت واحد خدمه زوينه في واحد الشركه. تلاقيت انا واحد الدري صاحبي. هاد الدري صاحبي بقيت خدام انا وياه لمده 5 سنين. هاد الدري لا عمره دار، ولد عائله ولد الناس. الصراحه دري ظريف ونقي. بقيت انا وياه واحد الصحبه اللي زوينه بزاف، كيجي عندنا لدارنا وكنمشي عندهم. بقينا بصاحبي لمده 5 سنين. لا بغيت ندير شي حاجه كنتشاور معاه، ولا بغى يدير هو شي حاجه كيتشاور معايا. كان تعرف على واحد البنت وكان كيبغيها وديما كيعاود لي عليها وكيقول لي انا ناوي مع الحلال. قلت لي اخويا لا ناوي مع الحلال، الله يسخر ليك، الله يسهل عليك. قصد دارهم وبلا ما تبقى تخرج شويه بزاف. هو الدري الحمد لله بخير وعائلته ميسوره الحال، يعني هو خدام تما خدمه زوينه وشاد واحد البوست زوين وحتى الفلوس كيتيري مزيان. قلت لي تزوج بيا والله يسهل عليك. فعلا هاد السيد اللي هو صاحبي مشى خطب هذيك البنت وتزوج بيا وسكنوا بوحدهم في واحد البارطما. فاش تزوج مشيت معاه للعرس بطبيعه الحال، حضرت معاه، ديت ليه واحد الكادو لحقاش واحد الدري عزيز عليا بزاف ودري نقي وظريف بزاف. المهم روح مراتو مشى لدارهم سكنوا بداو حياتهم. كيجي كيعاود ليا كيقول لي ويلنا بنت الناس والله عمرها دار، عايش السعاده وعايش بخير. المهم وليت كنخرج انا وياه من الخدمه كيقول لي يلا ضروري نمشي نتغداو، لحقاش دارو جات قريبه للخدمه. انا دارنا بعيده شويه، خاصني المركوب باش نوصل ليها. هو دارو قريبه للخدمه غير تقريبا واحد ما كاملاش 2 كيلومتر. كنمشي انا وياه فوق الموطور. مشيت مع المره الاولى ضيفني، حط لي قسم الله كلينا تغدينا خرجنا في حالنا. ولا ديما فوقيت الغدا كيقول لي ضروري نمشي نتغداو في الدار. انا ما تنكونش من الناس الزقرامه، كنهز معايا ندي معايا الديسير، كندي معايا الحليب، المهم كندي معايا اللي قسم الله. نهار على نهار كتجلس مراتو معانا بحال عاديه، كتاكل معانا ظريفه الله عمرها دار، كتقول لي خويا مرحبا بك وداك الشيء. خوتي نهار على نهار وليت كنتعلق بمراتو ولات كتعجبني. هذا هو الغلط اللي طحت فيه وما كنتمنى حتى شي واحد يطيح في هذا الغلط. انا عارف راسي غلط وعارف راسي انسان ما كنسوى حتى بصله. خوتي ولي ضروري كنبغي نشوف مراتو لحقاش كتهتم بيا وكتقول لي خويا كول مرحبا بك وبنت زوينه ويعني وليت كنبغيها. وليت كنتسنى امتى يقول لي يلا نمشيو نتغداو في الدار باش غير نمشي نشوفها. لدرجه ان بعض المرات كنمشي فاش كنسالو الخدمه كيمشيو لدارو وانا كنبقى نراقبهم من بعيد، كيبقاو هما خارجين وانا تابعهم من اللور. الصراحه طحت في حبه وبغيتها بزاف. ما عرفش كيفاش ندير اخوتي. انا عارف راسي راني درت واحد الحاجه اللي خايبه بزاف وطعنت صاحبي في ظهره. وليت اخوتي واخا كنمشي معاه نتغدى معاه، وليت في الليل كنجيب العشاء كنجيب بيتزات ولا نجيب شي حاجه وكنعيط ليه ونقول له انا جاي عندكم. هو كيحسبها عادي ولكن انا لا، انا كنبغي نمشي نشوف غير مراتو لحقاش وليت كنبغي لواحد الدرجه ما تصوروش. ونصيحتي من هذا المشكل اللي واقع لي ان اي واحد ما يدخلش الصحه للدار. هذه قصه ديالي انا وبغيتكم تاخذوا من العبره. صح من الاحسن تلاقاو معاه في الزنقه وما تدخلوش الصحاب للدار. واليوم التجأت لكم باش تنصحوني. انا ماشي بيدي لحقاش بغيت هاد البنت وبغيتها بزاف، وليت كنبغي واحد الحب لي جنوني. مؤخرا صاحبي ولا كيتفاداني وحتى داك يلا تغدى معايا في الدار ما بقاش كيقولها ليا لحقاش انا بيدي حسيت براسي عيقت عليهم. كل مره كنقول لهم انا جاي. المهم كندير السبب اي حاجه باش نشوفها. هذه هي قصتي خوتي، وكنتمنى اي واحد سمعها ما يعيرني ما يسبني ما والو، ينصحني شي نصيحه بناءه باش ندير بها. انا عارف راسي غلط وعارف راسي انني انسان ما كنسواش وعارف هادشي ما خاصوش يدار، ولكن هادشي ماشي بيدي. كنتمنى اي واحد سمع قصتي ينصحني واش نتفارق مع هاد السيد كاع ونخرج كاع من هاد الخدمه باش نتفادى هاد السيده ولا شنو غندير.
كنتمنى اي واحد سمع قصتي ينصحني. شكرا لكم مسبقا وخليتكم على خير.